حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. يا رب تكونوا بأحسن حال. جيت لكم النهاردة بوصفة أحلى طريقة بيتزا ممكن تعمليها في البيت، وبجد النتيجة هتبهرك وعمرك في حياتك ما هتشتريها تاني من بره، علشان هتعتمديها على طول هتعمليها في البيت. تابع معايا الفيديو لحد الاخر علشان خاطر تستفادي منه، وعلشان تعمليها في البيت وبجد ما تشتريهاش تاني خالص. معايا 4 كوبايات من الكوبايات بتاعه العصير الكبير، او المج اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. ده مج شاي كده، او مج عصير. سوري معلش، مج عصير. هو هاخد من الدقيق، انا بستخدم دقيق الكوثر، وبجد بصراحة يا بنات دقيق فاخر، وبجد انا بحب ان انا اعمل بيه البيتزا، وكمان بحب ان انا اعمل بيه الكيكة، وبتطلع بجد ناجحة جدا. فهنخلهم بس علشان خاطر لو فيها اي حاجة. وانا جبت الدقيق ده من السوبر ماركت يعني. فكنت جايباه والله يا بنات امبارح، وما فتحتهوش، وحبيت ان انا افتحه يعني دلوقتي علشان خاطر كنت بعمل البيتزا، ولقيته فيه كمية صوص مش طبيعية. فقلت الحمد لله ان انا اصلا فيا طبع ان انا بحب انخل الدقيق علشان خاطر لو في اي تكتلات ان انا اشيلها. فالحمد لله ان كان بنخله، والصوص كان بيفضل في قلب المنخل يعني، ما بينزلش في الدقيق. فالحمد لله الحمد لله ان انا عملت الخطوه دي. بس معايا ظرف كده من البيكنج باودر، وهو معلقتين كبار من المعلقه الكبيره بتاعه الطعام بتاعتنا. وهبتدي ان انا اخد رشه ملح، وهاخد نص معلقه كبيره من السكر، علشان خاطر بس اعرف ان الخميره الفورية بتاعتي شغالة. لازما تقلبيها في شوية سكر كده، وتحطي شوية مية دافيين في الأول، علشان خاطر بس لو انت مش متأكدة ان الخميرة بتاعتك مش كويسة يعني. لكن انا على طول بجيب اللي هو الظرف بتاع الخميرة ده، وبيطلع بجد يا بنات تحفة. فانا حطيت بس نص معلقة السكر دي علشان خاطر العجينة بتاعتي تبقى فيها نسبة سكر شوية بس. ببتدي ان انا اقلب الحاجة اللي هي الجافة دي كلها، وبعد كده بنزل بكوباية كبيرة من الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، وهبتدي ان انا اقلب بالمعلقة، وبعد كده هسيب المعلقة خالص واعجن بايدي، وابتدي ان انا احط تدريج المية واحدة واحدة. هحط نص كوباية كمان، وبس كده هبقى مش محتاجة يعني مية تاني. وعلى حسب برضو الدقيق اللي عندك انتي بتحطي المية بالتدريج يا بنات، ما تحطوش كوباية وبعدها كوباية. هتحسي ان العجينة سابت منك، وان العجينة ملمتش خالص، وهتلاقيها بتلزق قوي قوي. فهتحتاجي ان انت تحطي تاني دقيق، وهكذا. فمش هتخلصي خالص من الموال ده. فانا زي ما انا بقولك، انت حطي المية. اهم حاجة المية تكون دافية، علشان ما قلت لكمش اهم حاجة ان المية تكون دافية، وتنزلي بيها واحدة واحدة لحد ما انت تكوني محتاجة ان هو العجينة تكون بتلزق شوية. بعد كده بتحطي نص كوباية زيت، وهتشوفوا انا بحط نص كوباية زيت. يعني انا مش بعجنها كلها بالمية، لا انا بحط كمان نص كوباية زيت علشان خاطر تخف منها التلزيق، وعلشان خاطر برضو تبقى طرية كده وبتلزق شوية. يعني عجينة البيتزا بتلزق شوية يا بنات في الايد، مش بتبقى جافة خالص، وزي اي عجينة كده احنا بنعملها مخبوزة. لا هي بتبقى ملزقة شوية كده، وخفيفة كده في العجن. وان انت كمان كل لما تعجني في العجينة كل ما هتديها عرق، وكل ما هي هتبقى لذيذة جدا في الطعم.
وكمان هتبقى بصي طرية جدا، وبجد بجد مش هتبقي محتاجة ان انتي تروحي تشتري العجينة من بره، او تشتري البيتزا اصلا من بره. فاهمين؟ يعني انا بجد اسعار البيتزا دلوقتي اللي هي من بره، يعني اخر مرة انا جبتها من سنتين، بجد اخر مرة انا جايبها من سنتين كانت اللي هي الوسط، كانت عاملة 140. فقلت لأ، حديد وبعيد بعد كده ان انا اجيب بيتزا من برا. انا ان شاء الله هعملها في البيت. وفعلا اتبعت المقادير وعملتها في البيت، وبجد بقيت على طول اعملها في البيت وما اشتريهاش ابدا. و يعني انا هعمل الكمية دي بيتزايتين يا بنات، بيتزايتين مقاس 30، ومكلفاني كام؟ مكلفاني 150 جنيه. انتوا فاهمين؟ يعني الجبنة الموتزاريلا جايبة نص كيلو، اللي هي الجبنة اللي هي بتاعت الحمد. وانا بصراحة بحب قوي جبنة الموتزاريلا بتاعت الحمد. وجبت تونة، ماشي، وجبت علبة تونة واحدة بس، يعني انا ما جبتش كمان اتنين، جبت علبة تونة واحدة بس. وجبت زيتون، جبت ب20 جنيه زيتون. وجبت ايه تاني؟ بس كان عندي الفلفل في التلاجة، وكان عندي الطماطم. واي حاجة بجد متوفرة في التلاجة حطيها. يعني انا بحس ان اختراع البيتزا ده اخترعوه للي هي ايه، كان عندها شوية دقيق وشوية مية، عجنتهم عملت عجينة وطلعت كل خزين بقى اللي في البيت اللي هو الخضار وحطته، سواء بقى جبنة، طماطم، لحمة مثلا او فراخ، فلفل، زيتون. فاهمين حاجة؟ بس فطبعا انا حطيتها واديتها لها وش زيت كده من فوق في قلب العجينة، وبعد كده غطيتها بالاسترتش وسبتها ساعة في مكان دافي كده، او في درجة الغرفة. يعني ما حطيتهاش في تلاجة، او ما حطيتهاش في حتة سخنة قوي، لا انا سبتها كده براحتها. وهي زي ما انتوا شايفين كده الحجم بتاعها تضاعف. وبجد بجد العجينة كانت مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. يعني عارفين ملمس القطن كده اللي هو طري كده ولذيذ، او الفايبر، هي بجد كده كانت العجينة كانت عاملة كده. طبعا لميت كل العجينة من الهواء اللي كان فيها، وابتديت برضو ان انا اعجن كده. العجينة تعجنيها 10 دقايق، ربع ساعة تفضلي تعجني فيها. يعني بصوا برضو اهو بمسكها وبطلع كل الطاقة السلبية اللي جوايا في العجينة. اي حاجه بقى مضايقاكي كده طلعيها في العجينه، وافضلي كده ادعكي يمين وشمال كده لحد ما بصي هتطلعي بجد احلى عجينه. يعني اعملي البيتزا وانتي متضايقه كده وبجد بجد هتلاقي نفسك ان انتي كل الطاقه اللي انتي السلبيه اللي كانت جواكي طلعتيها كده في الضرب بتاعت العجينه، وحسيتي نفسك ان انتي بعد كده هديتي. والعجينة كمان هتلاقيها لذيذة جدا جدا جدا. طبعا مسكت العجينة قسمتها نصين، والرخامة عندي كانت زي الفل. طبعا كنت غسلاها علشان خاطر الخطوة دي، وعلشان عارفة ان انا هعجن في الرخامة، فغسلتها غسلة كويسة. وبعد كده جبت مقاس الصينية 30 زي ما قلت لكم، دهنتها زيت من القعر بتاعها او من تحت كده. وبعد كده معايا دقيق سميد، لو انت مش متوفر عندك ما تحطوش، يا دوبك بس حطي الزيت وافردي العجينه فيها، وبجد بجد برضو هتلاقيها رهيبه وطعمها لذيذ. فانا كان متوفر عندي دقيق السميد. كنت يعني عامله معاكم بسبوسه، فكان متبقى عندي شويه كده في التلاجة فطلعتهم، وبعد كده حطيتهم في الصينيه. وبجد بجد كانت لذيذه جدا جدا. بس طبعا زي ما انتوا شايفين انا فردتها، وبعد كده همسك العجينة بتاعتي او نص العجينة بتاعتي. يعني انا زي ما انا بقول لكم هما 4 كوبايات دقيق، فانت لو هتعملي صينية واحدة اعملي كوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة من المعلقة الكبيرة اللي هي بتاعت الطعام بتاعتنا، بيكنج سوري معلش،
خميرة، وهتطلع بجد برضو الوصفة لذيذة جدا جدا جدا، وهتبطلي ان انتي تشتريها من برا. ولو انتي وصلتي لحد هنا ما تنسينيش بلايكك الجميل والاشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وبحبكم جدا يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات. وشكرا جدا لاي حد كتب لي كومنت حلو، ولكم المثل، وربنا يدومكم في حياتي يا رب ويخليكم ليا. طبعا جبت صلصة. انا بحب قوي ان انا اعمل الصلصة الجاهزة، مش بحب ان انا اعمل طماطم واسبكها والكلام ده كله، لا. انا بجيب صلصة عادية، او برطمان كده صلصة، بيبقى جاهز يعني الصلصة، معجون الصلصة. وبحط معلقتين صلصة، وكمان بحط شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية كزبرة وشوية 7 بهارات وشوية توم باودر وشوية بصل باودر وشوية ملح وشوية زيت. وبس كده، هو ده اللي انا بحطه في قلب معجون الصلصة، وبضربهم كويس قوي. وبعد كده بحطهم على وش البيتزا بعد ما طبعا بفردها كويس جدا. وانا بحب ان انا افردها كده بالايد، وبرفع كده حبة لفوق كده شوية عشان تعمل بوس كده من الجناب. وبعد كده بجيب شوكة وبخرم كل الجزء اللي من تحت علشان خاطر ما يبقاش مرفوع قوي وما تتنفخش زي الكيكة، لا احنا عايزينها ان هي تبقى منفوخة وحلوة، بس مش تبقى عالية قوي، لا انا بفضي منها كلها الهواء اللي فيها. وبعد كده بحط طبعا الصلصة من تحت. والحركة دي اختياري يا بنات، يعني ممكن ناس ما تحبش ان هي تحط صلصة من تحت خالص، في ناس بتحب ان هي تحط جبنة على طول كده وبعد كده بتحط الحشوة بتاعتها. لكن انا بحب بصراحة ان انا احط خطوة الصلصة دي، بحسها ان هي بتمسك في الحشوة اكتر. و بحس ان هي بتدي برضو طعم كده للبيتزا، يعني انتوا فاهمين. لازم التركاية دي علشان خاطر ايه، بحسها كده ان هي فعلا بتدي طعم كده للبيتزا. وبرضو الحركة دي اختياري مش اجباري، يعني ممكن ان انت ما تحطيش جبنة موتزاريلا وتحطي طبعا الخضار بتاعك وتحطي الحشوة بتاعتك. لكن انا بحب ان انا افرد كده شوية جبنة من تحت مش كتير، علشان خاطر لما احط الخضار بتاعي برضو يمسك فيها كده ويبقى كويس، وكمان تمط معايا مطة كده محترمة، فاهمين. بس كان معايا طبعا علبة تونة وانا جايباها ب60 جنيه يا بنات، وفضيت منها الزيت بتاعها وابتديت ان انا احطها. وانا بصراحة بحبها جدا بالتونة اكتر من فراخ واكتر من لحمة واكتر من سوسيس واكتر من سجق، اكتر من حشوات تانية كتير، انا بصراحة بحبها تونة. بس طبعا فردت التونة كلها، وكان عندي برضو فلفل، ما كانش عندي فلفل الوان يا بنات، يعني انا زي ما بقولكم اللي متوفر عندك في البيت واللي في تلاجتك بجد طلعيه واعملي، ومش ما توقفيش مثلا الوصفة عشان خاطر حاجة، لا اعمليها وبجد هتطلع بحب، وهتطلع بصي طعمها لذيذ جدا علشان انتي عاملاها بجد بحب. بس طبعا كان عندي زي ما انا بقول لكم فلفل اخضر، فقطعته كده شرايح، وبعد كده قطعت طماطم. ولما انت تحطي الطماطم ده لو انت حابه ان انت تحطي طماطم، شيلي القلب منها وفضي المية كلها وبعد كده قطعيها. تمام، اديني قلت علشان خاطر بعد كده ما تحطيش الطماطم بالقلب بتاعها والمية بتاعتها وتيجي تقولي البيتزا ليه مية كده، انتوا فاهمين فيها مية كده وملزلزة شوية. فانتي فضي المية كلها اللي فيها وهي بجد هتطلع لذيذة جدا. طبعا ربنا يحفظ لي سيليا ويبارك لي فيها يا رب. كل مرة اقول لكم كده، بس هي اللي كانت بتلعب في الاستاند ووديته كده الشمال يعني. فالحمد لله يعني ربنا يبارك لي فيها وتفضل كده قلب امها تعمل مواقف فيا حلوة. فاعذروها يا بنات زي ما انا اعذروها كده ان هي لسه مش فاهمة حاجة، وهي كده بالنسبة لها بتلعب يعني في الاستاند. بس طبعا عدلت الاستاند وبعدتها عنه خالص، وابتديت ان انا احط الزيتون، وحطيت كمان الجبنة الموزاريلا. وما تستخسريش في الجبنة الموزاريلا،
ماشي، كتري كده، كتري كتير قوي علشان خاطر تشد منك، وعلشان خاطر تبقى طعمها كده، تفهمين طعم كده حلو، وطعم ايه ان انت كأنك جايباها من بره كده، عشان ايه لما جوزك يدوقها او عيالك يقولوا الله يا ماما ده انت ما فيش منك اتنين. بس طبعا ايه، حطيتها طبعا على الفرن، وكانت الفرن مسخنة مسبقا يعني، وبعد كده حطيتها واديت لها وش من فوق كده شوية، وبجد طلعت ولا احلى من كده يعني. بجد بذمتكم ودينكم ماشي، انا عايزة ازممكم كده، انتي لو جبتيها من بره الحجم ده هتجيبيها بكام؟ يعني دلوقتي انا بقولك بقالي سنتين ما جبتهاش من بره، كان ب140، دلوقتي هتلاقيها بكام؟ وليه اعمل حاجة اصلا انا مش شايفة العجينة اتعملت ازاي، مش شايفة اللي عجنها ازاي، عجنها ازاي. وبعدين كل حاجة بتبقى في البيت بتبقى طعمها لذيذ، وبتبقى كده بحب بجد، وبتبقى جميلة جدا. وبالهنا والشفا على قلبكم كلكم كده يا رب. بس بجد الحاجة اللي بتبقى في البيت بتبقى لذيذة جدا. فربنا يبارك لكم كده في اولادكم، وتفضلوا كده تعملوا الحاجة كده في البيت، ويديكم الصحة يا رب. وما نحتاجش ابدا ان احنا نجيب اي حاجة من بره، وان شاء الله احنا جدعين وهنعمل كل حاجة في البيت. بس كده يا بنات اكون خلصت الوصفة بتاعتي. استنوني في وصفات حلوة زيكم وروتينات حلوة. وبحبكم جدا، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.